أول فيلم مصري طويل صامت لأول منتجة مصرية، فيلم ليلى. عزيزة أمير ممثلة ومنتجة ومخرجة ومونتير. اسمها الحقيقي مفيدة محمد غنيم. قضت طفولتها في اسكندرية وبعدين جت على القاهرة، وبدايتها الفنية كانت سنة 1925 كممثلة مسرحية في فرقة يوسف وهبي. اشتغلت في فرقة مسرحية، لكن مع ظهور السينما كان حلمها انها تشتغل في السينما. في اوائل سنة 1926 وصل القاهرة شاب تركي اسمه وداد عرفي، واتصل بالوسط الفني على اساس انه مخرج سينمائي، وان في شركة ألمانية اوفدته لمصر لاختيار ممثلين يظهروا في افلام للشركة. كانت عزيزة أمير في الوقت ده نجم مسرحية لامعة قدمها يوسف وهبي، بطل المسرحية الجاهل مزيف اللي ألفها مخصوص عشانها، وهو اللي اختار لها الاسم الفني. اتعرفت عزيزة أمير على وداد عرفي لما وصل لها انه هو اللي هيقدر يحقق الحلم ده عن طريق المؤلف المسرحي حبيب جمادي. بعد اللقاء قدر وداد عرفي يقنع عزيزة أمير بإنتاج فيلم تقوم هي ببطولته وهو يخرجه ويقوم بدور البطولة. وبالفعل أقامت عزيزة أمير في فيلتها اللي في جاردن سيتي أول استوديو للسينما في القاهرة. حولت الدور الأرضي من الفيلا لمعمل تحميض، واشترت هي وزوجها أحمد الشريعي معدات تصوير من ألمانيا، بعد ما أسست عزيزة أمير شركة إيزيس فيلم. اتفقت مع وداد عرفي انه يخرج فيلم نداء الرب اللي كتب هو قصته. اشترط وداد في العقد ان عزيزة أمير تخصص له أوضة في الدور الأرضي في الفيلا يعيش فيها، وتوفر له الأكل والشرب والسجاير طول مدة العمل في الفيلم، علاوة على تلت الأرباح من الفيلم. بدأ تصوير الفيلم في منطقة آرام سقارة، وكان وداد عرفي بيتباطأ في الشغل عشان يستفيد بشروط الاتفاق لأقصى حد. وبعد 10 شهور بيتفرجوا على اللي اتصور. كانت معظم المشاهد لوداد عرفي راكب حصان بيجري بيه في الصحراء وهو لابس لبس بدو. وطبعا حصل مشاكل وخلافات ما بينهم توقف بعدها العمل في الفيلم، لان النتيجة ان اللي اتصور لا يصلح انه يكون فيلم. شوية مشاهد مفككة مفيش ما بينهم اي رابط. كلفت عزيزة أمير زميل ليها في تمثيل الفيلم وهو الصحفي أحمد جلال، وانه يعيد كتابة القصة بحيث انه ينفع استغلال ما يمكن استغلاله من المشاهد اللي اتصورت. بعد ما كلفت عزيزة أمير الصحفي أحمد جلال انه يعيد كتابة القصة، فعلا كتبها واطلق عليها اسم ليلى. شارك في كتابة السيناريو ستيفان روستي وعزيزة أمير. صرفت عزيزة أمير على إنتاج الفيلم 1000 جنيه تقريبا. ولما جهز الفيلم حاولت عزيزة أمير إنها تلاقي حد من أصحاب دور العرض الكبيرة لعرض الفيلم. واخيرا اتفقت مع صاحب سينما متروبول انها تأجرها اسبوع بمبلغ 300 جنيه وعرضت الفيلم على حسابها. عملت حفلة كبيرة في الافتتاح يوم 16 نوفمبر سنة 1927 دعت فيها شخصيات بارزة زي محمد طلعت حرب، امير الشعراء احمد شوقي. نقدر نقول حقق الفيلم نجاح معقول، وخرج اول فيلم مصري طويل صامت، واطلق على عزيزة أمير رائدة السينما المصرية. القصة بتدور حوالين شخصية اللي هي ليلى اللي قدمتها الفنانة والمنتجة عزيزة أمير، وهي فتاة بتنتمي لواحة مصرية بتقابل رؤوف بيه ستيفان روستي اللي بيعجب بيها وبيحاول يتقرب لها، لكن ليلى قلبها مشغول بخطيبها أحمد وداد عرفي. أحمد بيتعرف على بنت برازيلية عايشة في فندق قريب من القرية، بيقع في حبها وبيبيع ليلى حبيبته اللي غلط معاها وبيظهر عليها أعراض الحمل. ولما أهل القرية بيكتشفوا إنها حامل فبيطردوها، وهي ماشية عربية خبطتها نكتشف إن رؤوف بيه اللي بياخدها مع بيته وبتولد هناك وبتنتهي حكايتها. شكرا عزيزة أمير رائدة السينما المصرية. تابعونا.